السلام عليكم. جيت نشارك معكم هاد الحريشه اللي كدار بالزيتون والفرماج وكتجي يا سلام كتذوب في الفم. ان شاء الله غادي ندير معكم الطريقه وتبعوا معايا. هنايا في واحد لو بول غادي ندير كاس ديال الحليب، نزيدو عليه واحد نص كاس ديال الزيت، واحد الكاس ديال الياغورت طبيعي بدون سكر، نزيدو واحد المعلقه ديال العسل، معلقه صغيره، والا ما كانش عندك العسل يمكن لك ديري غير سكر سنيده، ديري معلقه صغيره ديال سكر سنيده. هنايا غنزيدو واحد الساشيه ديال خميره الحلويات، نحركوا شويه هاد المقادير اللي درنا، وغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال السميده ديال الحرشه. هنايا غادي نزيد شويه ديال الزعتر اللي حكيته بين صباعي، ونزيد الملحه، نزيد الكاس الثاني ديال السميده ونخلط مزيان مزيان. هنايا غادي نزيد جبن المثلث ولا المربع، هذا درت مربع اللي كان موجود عندكم متوفر عندكم، والزيتون حيدت له العظم وقطعته صغاور، ديروا الكميه اللي تبغيو نتوما. هنايا في هذه المقله دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده صافي. هنا غادي نخوي الخليط ديالي ونبدا نسرح فيه بديك السباتولا. نتوما كيف هاد المقله درت المقله عاديه، خصها ديال طيفه بحال ديال الطيفه اللي تكون ما تلصقش، تجيكم فيها الحرشه ساهله في الطياب. هنا بديت كنهزت فيها شويه باش تجي مستوى واحد كما كتشوفوا صافي. غادي نديها للبوطه، نشعل عليها العافيه مهيله باش نخليوها طيب على خاطرها، باش طيب لنا حتى في الوسط. ها هي هنايا واخا كنحرك المقله كتحرك معايا بسهوله لان المقله ما كتلصقش صافي. هنايا هي هنايا بدات صافي تقريبا. هنا غادي نقلبها لان شتها شدات راسها. هذه هي الحرشه ديالنا، كتجي رائعه، كتجي لذيذه وكتجي تذوب في الفم. الصراحه زوينه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها. هنايا قطعتها كامله وغادي يجيو فيها هذوك الطريفات ديال الفرماج والزيتون. الصراحه كتجي لذيذه. نتمنى الا عجبتكم هذا الوصفه ديروا اكسبلور وتعليق زوين بحالكم. شكرا لكم.